جانغو يعمل على قصيدته بحرفية عالية ليخرجها إلى الحياة في أحسن تقويم، كما وله دراسات وكتابات متنوعة. في هذا الحوار نغرف معا في حديثه علنا نسلط إضاءات على أسئلة ملحة تخص سر كتابة القصيدة. فأهلا بكم في منتدى هيفي الثقافي على أسير راديو هيفي FM. أهلا بكم. كيف تقيد نصك حول موضوع تكتبه وألا تشعر أحيانا بأنه يفلت من يديك؟ أنا لا أقيد نصي، وإنما أحاول أن أدير النص. فالنص هربت من القيود إلى القصيدة الحديثة حتى لا أقيد، حتى لا ألتزم بقيود. فأنا أحاول أن أدير نصي. بعد أن تختمر الفكرة وأبدأ بكتابة القصيدة، يبدأ التدفق اللاوعي، تدفق القصيدة من اللاوعي، وأكتبها. مهمتي أن أكتب القصيدة مثلما يمليها علي اللاوعي في تلك اللحظة، لكن بعد أن تكون الفكرة قد تخمرت واستكملت مفرداتها وخاصتها. لكن عندما تبدأ القصيدة بالميلان أو الانزياح عن مسارها، حينها أقوم بإيقاف كتابة القصيدة. هل هناك قصيدة تكتب مع سبق وأسرار؟ أنا لست مع هذا النوع من الاستكتاب. هذا استكتاب وليس إبداع. فالقصيدة التي تكتب نتيجة طلب لكتابة القصيدة، هذه القصيدة فاشلة، قصيدة مناسباتية. أنا كصالح جانغو لا أستطيع الكتابة عن الحدث أثناء الحدث، مثل اللي يوقف أمام المرآة وهو ملتصق بها، هل يرى نفسه؟ فأنت بحاجة إلى الابتعاد عن المرآة حتى تجد صورتك بشكل واضح. فأنا أحبذ الكتابة عن الحدث بعد أن أبتعد عنه قليلا، فحينها تكون مفردات القصيدة قد استكملت وأبعاد الحدث قد تخمرت في ذاتي. فحينها تأتي القصيدة هي التي تكتبني وهي التي تكتب نفسها، ومهمتي أنا أدير القصيدة. فالذين يقومون بكتابة القصيدة في المناسبات، هذه قصيدة مناسباتية، أنا لا تستهويني هذا النوع من القصائد. كونك شاعرا لا يعني كونك بعيدا عن الناس، هناك راصد اجتماعي. ألا يحتم ذلك عليك أن تواكب الأحداث لحظة بلحظة؟ لست مراسلا صحفيا حتى أواكب الحدث، والقصيدة ليست مهمتها نقل الأحداث، وليست بيانا سياسيا، وليس مهمة الشاعر أن يكون قائدا ميدانيا. مهمة الشاعر نقل ورسم الواقع بريشته كما يراه، وإيصال ما يعتمل في داخله من تأثيرات الحدث في ذات الشاعر إلى الآخرين بلغة خاصة. هنا الفرق ما بين القصيدة وما بين الأنواع الأخرى من الإبداع. فليست مهمتي نقل الأحداث ونقل الأخبار والتأثير على الآخرين وشرح المواضيع. مهمة القصيدة أن تحرك الخيال عند
المتلقي حول حادثة ما، وتأريخ الحادثة بلغة تتناسب مع المستقبل. هنا تكون القصيدة تستحق العيش أو لا. هنا هذه القصيدة لا تطلق عليها صفة أنها قصيدة قديمة. القصيدة الحقيقية المستكملة الخصائص لا تموت، وهناك دليل على هذا الكلام حينما نعود إلى القصائد التي كتبها بابلو نيرودا، ناظم حكمة، أراغون، ماياكوفسكي. هل أصبحت قصائدهم قديمة؟ أنا حينما أعود إلى قصائد ناظم حكمة، على الرغم من اتهام البعض له بأنها قصائد ثورية وقصائد سياسية، لكن حينما أعود إلى هذه القصائد في كل مرة أكتشف فيها شيئا جديدا، والاكتشاف هذا يعتمد على ارتقائي بالحالة الثقافية عندي، فأكتشف أمورا في القصيدة لم أكن قد اكتشفتها في المرات السابقة في القراءات القديمة. فالقصيدة المكتملة الأركان، القصيدة الجيدة لا تموت. وموضوعاتها ألا تسقط بالتقادم؟ هنا أؤكد على موضوع حدثية القصيدة، وليس حداثية القصيدة، حدثية القصيدة. القصيدة الحدثية من حيث الموضوع التي تكتب في استدعاء لحدث معين تموت مع ذهاب الحدث. لكن إن كانت القصيدة خلق حالة للحدث والاستناد على هذا الحدث لخلق حالة من الإحساس وحالة من الشعور وربط هذه الحالة بذاكرة المتلقي، فهنا لا تموت القصيدة، لأنها يمكن أن تحرك نفس الخيال ونفس المشاعر عند المتلقي حينما يتعرض إلى حادثة مشابهة لهذه القصيدة. ما رأيك أن نعود إلى القصيدة ونقرأ قصيدة أخرى تختارها لنا؟ سأختار لكم قصيدة استوحيتها من كلمة هرمنا التونسية التي قالها أحمد الحفناوي. نعم. حينما قال: هرمنا ونحن بانتظار هذه اللحظة التاريخية. أنا قلت: هرمنا ونحن نحتسي الظلم في الظلام، ونمضغ علك الثورات في المقاهي، نطهو المديح في قدر السلاطين، نوزعه كالنياشين على موائد المنتصرين، نقايض أحلامنا بحفنة من الأوهام، ونبحث عن من يحقن أوهامنا بجرعة من الكسل حتى لا تدهسنا حوافرها. من سيعتلي صهوة القصيدة ليقودها إلى حلمنا، حيث الوطن يحمم الشهداء، وحيث الشهداء يرضعون صغارنا من جراحهم، وحيث صغارنا قد أمسوا كبارا يدحرجون الشمس صوب غدنا. ولو عرجنا بالحديث قليلا عن علاقة المرأة بالوطن، هل يمكنك إيجاد فروقات بينهما؟ في الشعر أتعامل مع المرأة كامرأة، وأتعامل مع الوطن كوطن، ولكن في بعض الأحيان يتم هناك تداخل ما بين المفهومين. لكن أنا أتعامل مع المرأة كجسد مشحون بالعواطف والأحاسيس. حينما أكتب عن المرأة أكتب عنها كامرأة، ليس كما أكتب عن شجرة أو عن نهر أو عن مكان.
لأن المرأة مرأة والوطن وطن، فالمرأة تلخص الكثير من المعاني التي لا يستطيع الوطن أن يجسدها. فالمرأة كائن بشري، إنسان، فالأوطان تكتسب قيمتها بالناس الذين يعيشون فيها. هنا يكمن الفرق ما بين المرأة والوطن. أنا أستطيع أن أعانق المرأة، لكني كيف أعانق وطنا؟ فالمرأة باعتبارها كائن إنساني أحاسيس، أنا أتعامل معه على هذا الأساس. والوطن الذي لا تستطيع أن تحتضنه كيف تنظر إليه؟ ما هو بالنسبة إليك؟ الوطن هو مكان يحتضننا، هو حيز نعيش فيه، نمارس فيه الحياة التي وهبها لنا الله. الوطن بهذا المفهوم باللغة الأجنبية يسمون الوطن هوم، أي منزل. فالمنزل هو الوطن الصغير. المنزل أو البيت بمدلوله يعني الحماية، الدفء، الاستقرار، الهدوء، كل مستلزمات الحياة يجب أن تتوفر في هذا البيت، في هذا المنزل، في هذا المسكن الذي تسكن فيه. فالوطن يجب أن يوفر لك الحماية، الرعاية، العيش الكريم، ممارسة بشريتك كبشر. فالوطن يجب أن يؤمن لك كل هذه. فالوطن الذي لا يوفر كل هذه العناصر يصبح مكانا غير قابلا للعيش. وبالنسبة للمغترب ما هو الوطن؟ هنا لي قصيدة في ديواني هكذا أرصد غفلة الحكاية بعنوان قاتل وقتيل، حيث أقول فيه: من يقتل من؟ الوطن يقتلنا أم نحن نقتل الوطن؟ أم يقتل نفسه فينا لنقتات على جثته بعضا من الوقت حتى يمر العابرون على أجسادنا المتفسخة من دون وطن؟ الوطن ليس مكانا نقتل فيه، بل أصبح حلما يعيش فينا. هنا ليس بالضرورة دائما أن نعيش في الوطن، لكن عندما نبتعد عنه هو يعيش فينا في منفانا. لذلك يكون، أنا أحيانا أقول بأن صورة الوطن أجمل في المنفى، لأنها صورة تخيلية، والخيال له سطوة وله صلاحية في أن يزيل من الواقع ما يكره ويضيف إليه ما يحب. فلذلك نجد بأننا عندما نبتعد عن الوطن يزداد حبنا إليه أكثر. وهل هناك أحد بلا وطن أو وطن بلا أحد؟ قلت سابقا أن الأوطان تكتسب قيمتها بالناس الذين يعيشون فيها. الوطن ليس مجموعة أحجار ولا أشجار ولا جبال ولا أنهار، كل هذه تكتسب قيمتها بتفاعلات الناس الذين يعيشون فيها. فالبئر يكتسب قيمته من الذي يشرب منه والذي حفره، والبستان يكتسب قيمته من الذين زرعوه والذين ينتظرون حصاد ثمراته. فهناك العديد من الأوطان التي أصبحت أوطانا للناس وكانت وطانا لآخرين سابقا الدورة التاريخية.
إذن السياسة ككائن أخطبوطي تدخل في تفاصيل حياتنا، ما هي حدود اقترابك منها شعريا؟ نحن رضعنا السياسة، ونتيجة حرماننا من الحرية ومن الاستمتاع بوطن حر، وتعرضنا للقهر المستمر على مر الزمن، أصبحت السياسة بالنسبة لنا شيء من الإنقاذ. أصبحنا نمارس السياسة على أساس أنها هي التي ستنقذ هذا الوطن وتنقذنا من الذين يتحكمون بمصائرنا. لكن للأسف لم نكن نمارس السياسة، بل كنا متوهمين أننا نمارس السياسة، لأن أفرق هنا ما بين مصطلحين هما ممارسة السياسة أو ممارسة أن تكون حزبيا. فالأحزاب صادرت السياسة نتيجة افتقار الأحزاب للمشروع القومي الذي يجسد طموحات هذا الشعب، جعل ممارسة السياسة بشكل لا ينسجم ولا يلبي متطلبات هذا الواقع. فالشاعر الذي يعيش في هذا الجو لابد أن يتأثر، ولكن السياسي يمارس دوره الخاص، والشاعر يمارس دوره ولكن بلغة تختلف عن لغة السياسي. فاللغة الشعرية هي أقرب إلى النفس الإنسانية من لغة السياسة. لنرتاح من السياسة، ما رأيك أن نقرأ قصيدة تختارها لنا؟ وأنا أقول ما رأيكم أن أخذكم إلى أجواء أخرى غير أجواء السياسة. نعم. سأقرأ لكم قصيدة بعنوان حدثيني كي أعرف كم من القبلات غادرت شواطئ فمك بحثا عن مرافئي. حدثيني كي أسعف الشفاه اليابسة برحيق القبلة قبل أن تجف من فرط الانتظار، وحين ارتعاش الشفاه لاستقبال شفاه غابت عنها طويلا يبدأ بوحي، كي لا أراوغ الشفاه القتيلة بحب كان قاتلها، وأفتح جراحي وأسكب لهفتك فيها، وأضحك بما تبقى لي من هذيان الروح. حدثيني كي لا أذرف أسرارنا على قارعة البوح، وحين يدلني صوتك إلى المدى تهرول صوبي الحقول، تبشرني بعودة عشتار من رقدتها لأرضع من ثديها إكثير الحياة. حدثيني عنك طويلا طويلا لأدرك بأني لن أغادر وحيدا صوب خاتمتي بعد أن تلملم شمسي حوائجها، ليهبط الليل بظله على كاهلي. حينها من سيحمل إلي الضوء سواك؟ حدثيني. الشفاه اليابسة لا تشبه شفاه الشعراء المجددين من أمثالك شاعرنا صالح جانجو. قرأت في بوست لك تقول بأنك تحب طائر البوم الذي يحلم بمدن من الخراب، فهل تشعر بخرائب تجتاح أرواحنا نحن الكرد؟ وكيف نستدل على هذا الخراب؟ أنا بالنسبة للبوم أنا أتعاطف معه ومع العديد من الكائنات الأخرى، أو إن كانت طيور أو حيوانات. أنا أقول هناك حيوانات وطيور ظلمناها كبشر، فنحن نقول نسبنا إلى البوم بأنه طائر الشؤم لأنه يجلب الخراب، متناسين بأن هذا البوم يسكن خرائبنا
التي نحدثها نحن البشر. فالبوم هو كحالة طبيعية يتغذى على القوارض وعلى الأفاعي، وهذه تتواجد في الخرائب التي يخلفها البشر. فبما أن هذا البوم خلقه الله بأن يتغذى على هذا النوع من الكائنات، فهذه تتوفر في خرائبنا، فهو يسكن حيث يوجد فيه الغذاء. قمنا ألحقنا به صفة هي من صفاتنا، نحن نقوم بالخرائب وننسبها للبوم، هذا الكائن البريء من هذا الاتهام. حينما قرأت لأدونيس حينما يقول بأن الخرائب أفضل مكان للتأمل، لذلك قلت أنا أحسد البوم الذي يطل من خرائبنا على مستقبلنا. لنرتاح، وليس هناك راحة إلا مع الشعر. لي قصيدة، أو ليست قصيدة وإنما مجموعة من المقاطع الشعرية القصيرة بعنوان أحيان، ففيها أقول: حين تبارينا قالت: كم قلبا ستهديني حينما أفوز عليك لأحبك بهم. وفي مكان آخر: حين الأصابع خاشعة أمسكت زمام القلم لأكتب لك قصيدة، انهارت قلاع اللغة وتبعثرت حجارتها، أهدتني منها حروفا 4 لا زالت تسين قصائدي: ألف حاء باء كاف أحبك. حين سألت الشمس: لماذا تتركيني كل يوم؟ قالت: كي أترك قصيدتك لتغفو قليلا، فأنا ذاهبة لأوقظ القصائد التي ما زالت نائمة. حين سألت ورود حديقتي عنك: هل مرت؟ ردت أزرارها: نحن ما زلنا بانتظارها، فلن نفتح أعيننا إلا لملاقاة وجهها. أنانية، لأنك تسكنين دمي، أكره التبرع بالدم كي لا يذهب بعض منك لأي كان. كيف تقيم واقعنا الثقافي الكردي في غرب كردستان؟ هذا حديث له شجون كبيرة. نحن ككرد لم يتسنى لنا أن نؤسس لحالة ثقافية كردية خاصة بنا، وذلك بسبب الأنظمة التي كانت تحكمنا، وفي غالبها كانت أنظمة قمعية. هذه الأنظمة القمعية لم تترك شيئا إلا وتدخلت فيه في التأسيس للحالات الثقافية التي تساهم في الحفاظ على استمرارية هذا النظام، لأنها كانت أنظمة شمولية، ومن صفات الأنظمة الشمولية أنها تصادر الحجر والبشر. فلذلك كان ممارسة الحلم الكردي ممنوعا، والتداول الثقافي حتى التحدث باللغة الكردية كان ممنوعا، وصل لدرجة يجب أن لا تحلم كرديا. فهنا كان له التأثير الكبير على عدم تمكننا من التداول الثقافي الكردي. فعانت الحالة الثقافية عانى المثقفون الكرد من هذا الإقصاء، والثقافة الكردية ظلت
مستدركة أو مواكبة للحالة الثقافية العامة. هل تلمح إلى شيء من النهوض في هذه اللحظة التاريخية؟ لا، قبل أن ألمح إلى النهوض أقول هذه الأمور كلها كان لها تأثير كبير في عدم التأسيس للحالة الثقافية الكردية. فظل المثقف الكردي يفكر يقرأ أسير الثقافة العربية أو ثقافة الأنظمة أو ثقافة الشعوب الأخرى. لذلك ما تأسس لي حالة ثقافية كردية تستحق أن نسميها ثقافة كردية. لكن بعد حصول إقليم كردستان على بعض حريته صار هناك بعض الاهتمام في المرحلة السابقة. أما بالنسبة لنا ككرد سوريا أو كرد روجافا كردستان، ظلت الحالة الثقافية دون المستوى المطلوب. لكن في الآونة الأخيرة بدأنا بإنشاء بعض المؤسسات التي تهتم بالثقافة واللغة الكردية. كانت مؤسسات ارتجالية في أغلبها غير مدروسة، لكن من المفروض أن يبدأوا بمأسسة وتأطير الحالة الثقافية من أجل النهوض بالحالة الثقافية. أما الوضع الحالي فهو وضع مزري ودون المستوى المطلوب. وأخيرا، إذا خيرتك لتقول كلمة حرة فلمن توجهها؟ أحب أن أوجهها إلى السياسيين والذين من الممكن أن يكون لهم تأثير في التأسيس للبنية الثقافية لهذا المجتمع. أقول لهم: اسحبوا أيديكم من الثقافة وحاولوا أن تكونوا لهم مساعدين، أن تساعدوا المثقفين على بناء مؤسساتهم المستقلة. حاولوا أن تؤسسوا لحالة ثقافية صحية، لأنه لولا المثقفين لن تكون لنا حالة سياسية صحية. فأتمنى على أصحاب الشأن أن يؤسسوا لحالة ثقافية تساهم في بناء الوعي الثقافي الكردي والوعي القومي الكردي. بدأنا حوارنا بالشعر ونختمه بالشعر. حبذا لو تقرأ لنا قصيدة تظل في خاطرنا حتى بعد هذا اللقاء الشيق. تعالوا إلى لعبة أخرى. هل سأخطئ إن قلت لكم تعالوا إلى لعبة أخرى غير هذه؟ فهذه لم تكن من السلامة ما يكفي لإيصال السائرين على درب لم يفض إلا إلى موت ما زال يدثرنا. حين كنت أهدهد حفيدي في مهد طالما هدهدني فيه جدي، حين كان جدي يصغرني بعام من الآن. أنا الآن أكبر من جدي، حين كان يسرد لنا من الحكايات ما يكفي أناسا غيرنا، حين يصغون إلى حكمة لها أن تلملم ما بعثرته حماقة هي الأخرى، كانت تكفي لبعثرة أحلام وطن على قارعة التاريخ ينزف من أثر مشارط الطغاة، حين تقاسموا الخرائط على عجل وألبسوا التاريخ عباءتهم. الآن سأترك الحلبة لسواي
عساه يكتب حكاية لعبتنا القادمة ويسردها لأحفاده، فلا التاريخ أنصفني ولا أنا كنت أهلا لكتابة حاضري. في الختام نشكر الشاعر والكاتب صالح جنقو على هذه الفسحة الجميلة التي أتاحها لنا، وإلى اللقاء.